مرحبا بكم على قناة غرينتا تيم بيزاد. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. جول! يا له من جول ويا له من صاروخ. بات حسام عوار بعيدا عن الانضمام إلى صفوف أينتراخت فرانكفورت الألماني رغم اهتمام الأخير بخدماته وضمه في الميركاتو الصيفي، لتتغير وجهة الجزائري كليا وتتحول إلى الدوري الإيطالي من خلال اهتمام عمالقته بضم اللاعب صاحب 24 عاما في صفقة انتقال حر. وذكر تقرير لموقع فوت ميركاتو اليوم أن كبار الدوري الإيطالي مهتمون بالتعاقد مع عوار، ويتعلق الأمر بكل من نابولي المتصدر وميلا بالإضافة إلى نادي العاصم، وهو ما قد يكون في مصلحة اللاعب الذي سيتاح له الوقت الكافي من أجل اختيار وجهته الأنسب من أجل خوض أول تجربة خارج فرنسا. وأشار التقرير إلى أن روما قد سبق منافسيه نسبيا نحو الظفر بخدمات الجزائري بعدما بعث المفاوضات مع وكيل اللاعب قبل أيام، فيما لا يزال مسؤولو ميلان يصرون على إتمام الصفقة بعدما كان ذلك وشيكا قبل أسابيع، بينما ينوي نابولي الدخول على الخط من أجل الحصول على خدمات اللاعب. من جانبه رفض عوار الانضمام إلى فرانكفورت رغم رغبة النادي الشديدة في التعاقد معه، والسبب رغبته في خوض تجربة احترافية مع ناد كبير يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق مع فرانكفورت سابع ترتيب الدوري الألماني حاليا. وقرر عوار مغادرة ليون رسميا وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران المقبل، والاستقرار في فريق آخر يضمن له اللعب باستمرارية ويمنحه فرصة المشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية في ظل المشاكل التي واجهها هذا الموسم في ليون تحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان.